طيب، شيرونا البث الله يحفظكم. خلينا نصعد اتصالات. اللهم عجل لمولانا صاحب العصر والزمان. السلام عليكم. عليكم السلام اختنا، حياك الله. شيخ بروح أمك الزهراء سؤال. اي تفضلي. أكو قصيدة الملا مسلم يقول بيها لو ما عيون العباس شاء الله ما خلقناش، شنو يعني بهذا القصد؟ والقصيدة الثانية يقول للإمام المهدي يقول له شلون نسيتها. المهم فهمني بس هذا البيت إنه مال لو ما عيون العباس شاء الله ما خالق ناس، يعني شنو يقصد بهذا البيت؟ وألف رحمة على أمك وأبوك. أني سابقا كنت أحب أهل البيت بس ما أعرف شنو يعني يعني ما أعرف شنو قضيتهم، بس من خلال متابعتي إلك ومتابعتي وسماعي للقصائد ملا مسلم أنا تعلقت بأهل البيت وحبيتهم بعد أكثر وأكثر. وألف رحمة على أمك وأبوك، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتك. شكرا لك شيخ. الله يحفظكم. طبعا هذا السؤال علي. اولا بدايه، الشعر خيال، يعني هو الشعر يبقى مجاز، وكما مقاله ما يحق للشاعر لا يحق لغيره، يعني يعتبر مجاز يعني. ولكن شنو المقصد؟ يعني الله خلق الوجود احتراما لاجل ابو عيون ابو فاضل، يعني شلون يقول له انا راح اصير هذا الشيء؟ بس هل هو يعني فعلا عذرا يعني ما بي فد شي كفر أو هيك شي، يعني ما بي شي مجاز ومو حقيقه؟ بل ان ابو الفضل خلق لعيون الحسين، والحسين نعم خلق لعيون فاطمه الزهراء. زين هو يقول للإمام المهدي يقول له الموت بيدك مش كل من يومه، يعني شنو يقصد هنا؟ يعني يقصد الموت بيدك من باب انه مثلا عندنا روايات احنا كثر عن الائمه عليهم السلام، نعم انه شيعه اهل البيت يتوكل بقبض ارواحهم ملائكه غير عزرائيل نعم بامر من اهل البيت عليهم السلام. الامام يقول نحن نعلم اجالكم. عندنا نعم في الأخبار الإمام يعلم أنه آجال الشيعة متى يموتون، نعلم نعم أبناءكم، ونعلم أسماء آبائكم، ونعلم نعم مسكنكم، ونعلم نعم بآجالكم. صح فمن صح. هذا المعنى أنه الإمام له علم بآجال الشيعة. أني البارحة كنت موعد لك حلقة مال الكفر المقدس تشرح الكتاب مالتك، فذكرت حديث للإمام علي يقول إنه أنا العلي العالي، هيك بداية الحديث. تتذكر الحديث؟ نعم، أنا فمن العلي طرحت الأعلى. إيه، فمن طرحت على أهلي يقولوا لي لا هذا كفر وأنت راح تصيرين علوهية، والعياذ بالله طبعا. لا، قلت لعنة لهم الله على العلي. طبعا أنا قلت لهم بالعكس أنا من أتابع شيخ علاء، وأصلا هم يعني هم شيعة بس يعني حبهم لأهل البيت يعني بمقدار مثل ما ذكرت أنت، يعني ما عندهم يعني ذاك الشيعة التعمق بأهل البيت. مقصرة، يسمونهم شيعة إيه مقصرة. إيه شيعة مقصرة. فمن أقول لهم هذا الحكي هم شو يقولون لا هذا كفر وهذا ما يصير. أنا أقول لهم إنه الإمام علي هو ما خالق، بس هو يقدر بإذن الله يقدر يخلق، بس هو ما خالق شيء. يعني هو بإذن أحسنت، الله يقدر يخلق بس هو ما خالق شيء. بس هو أحسنتم. يعني هو هو يقدر الإمام يحيي ويقدر يحيي بس بإذن الله، بس هو ما حي ما يعني ما لا، معيش هنا شيء. لا، هنا تختلف المسألة، هنا تختلف قضية واحدة نعم نعم واحدة. أولا كلمة العلي الأعلى ما فيها إشكال، لأن القرآن يقول وإنه عندنا مضمون الآية لو لدينا في الكتاب لعلي حكيم. الإمام الصادق يقول لعلي حكيم، يقول إشارة لعلي، وموجود في ضريح الإمام علي مكتوبة هاي الآية. نعم نعم وأيضا تقول القرآن دنا فدنوا واقترابا من العلي الأعلى. الأئمة نعم عليهم السلام يقولون للإمام علي أن رسول الله رأى الإمام علي عليه السلام. فالعلي الأعلى لا إشكال فيها، الاسم هو لله تعالى أصله، ولكن غير مقيد لله. هنالك أسماء تكون مصداقيتها لله ويشترك فيها بعض الخلق، مثل كلمة رب هو مصطلح لله، ولكن يطلق على الزعيم، يطلق على المالك، يطلق على الأمير، يطلق على الأستاذ، يطلق على أبو الإسرة. فهنالك أسماء تتقبل اشتراكيتها مع المخلوقات، وهنالك أسماء خاصة لله مثل الله خاصة،
الجبار خاصة، المتكبر، إن الكبرياء ردائي ومن نازعني ردائي خرج من ولايتي. كريم، ولكن شنو الاختلاف؟ كريم غير معرف. الكريم لله، كريم للمخلوقات، الرب لله، رب للمخلوقات. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل أهل الإمام علي له المقدرة على أن يخلق لهم ولكن خلقوا الشيء؟ لا. ولكن الإحياء، هل الإمام أحيا؟ نعم، عندنا 100 رواية إن صح. الإمام علي أحيا عبد. والإمام الحسين كذلك عنده صحابي مات وهو أحيا. حبيب بن مظاهر الأسدي. صح. وهاي موجودة في كتب السنة والشيعة، أنه الأئمة يحيون الأموات. الإحياء غير الخلق، لأن الإحياء هو مخلوق منتهين منه. أما الخلق إيجاد الشيء من العدم إلى الوجود، هذا خاص لله تعالى. شكرا شيخنا على هاي النقطة. هنا سؤال ولو طولت عليك. خلص نكتفي هنا، نكتفي بس هاي النقطة نكتفي. أعتقد طولتي، مخاف يجيك حظر، يعني لا يحضرونك الأخوة. لا راح أنزل قبل هسه. فاطمة الزهراء عليها السلام لو ميت الإمام علي قبلها، شنو راح يتغير وشنو راح يصير؟ يعني إذا الإمام علي ميت قبل فاطمة الزهراء، شنو اللي راح يصير؟ شكرا لك وألف رحمة على أمك وأبوك. هاي كلها وهميات. لو ماتت هسه بعد، احنا ما فائدة الجواب على هذا السؤال. هو ما راح يصير هذا الشيء. ألف رحمة. يعني شو نستفاد من هذا السؤال؟ شكرا. جزاك الله خير الجزاء. أريدك تدعي لأمي وأبوي بالرحمة لأنهم متوفين. الله يرحمهم. الله يرحم والديك. شكرا لك شيخنا. حياكم. أهلا وسهلا أختنا، أهلا وسهلا. شيرون البث، بارك الله فيكم. حج مرتضى شنو اليوم ماكو؟ يمكن نايم على البث. وينك شد عينك لا تخليني بكربله، وينك؟ حيدر ما وصلتوا المجمع؟